بركاته تحية. واحد النصيحة للإخوة الرقاة وحتى الناس اللي تيطلبوا الرقية واللي باغيين الرقية واللي تيبحثوا على الرقية. فاش تسمع الرقية عرف بان الرقية ما كايناش نوع واحد وما كاينش تخصص واحد. باش نقولوا الرقية الشرعية بحال تنقولوا السحر، بحال تنقولوا الطب. واش الطب فيه حاجة وحدة؟ الرقية سيدي شعبة من الطب النبوي وشعبة من الطب الشعبي اللي هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم فاش قال اعرضوا علي رقاكم، يعني الرقاة كانوا قبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني هنا يعني تنفهموا بان الرقى ليست رقى واحده، ما كاينش شي حاجه واحده. يعني النوع ديال الرقى دابا انا مثلا تندير الرقى الشرعيه بجميع انواعها. يعني هذا الراقي هذا مثلا خويا كاين اللي تيجي يبغي الرقيه بالسوديو، تيبغي الرقيه بالميكرو. يعني هو فاش يجي تيقول لك الرقيه الا درتي له انت مثلا رقيه بفمك ما غيعجبوش الحال. يعني هنا واش الرقيه ديال النفس، واش الرقيه ديال الكشف، واش الرقيه ديال الصرع، واش الرقيه ديال ديال الاستفراغ، واش الرقيه ديال مصارعه الجن، واش الرقيه ديال الخبره. كاين الرقيه ديال الخبره، واش الرقيه ديال الاستخاره، واش عند انواع ديال الرقوات. تنقسم لكم بالله كاين بعض الرقات هادو اللي عاد تيبانوا والله ما عارفينهم بالله. ولا جلستي مع اطاب مع احتراماتي لقيتش نعرفو. ماشي عيب ان الانسان يقول اللهم زدني علما. واش راقي معالج؟ فاش تسمع راقي معالج راه طبيب. ماشي مثلا فاش غتشوف واحد الراقي مثلا دير الحائل وتيقبض المراه في راسها تقول له لا هذاك راقي ماشي شرعي. الشريف الله ينعس الشيطان. فاش تقرا عليه ويطلع لها الجنين الراس وضرب لها راسها مع الحيط. فاش تجي المخزن يديك وتوقف امام القاضي يقول له لا رانا ماشي شرعي. فهمتي؟ هذا راه مزيان طبيبي. فهمتي؟ اذا بعد اولا الانسان المتلقي الله يجزيكم بخير. الرقاة الشرعيين الصادقين تهضر على الشرعيين، تهضرش على الذين يستعينون بالجن والذين تيقول لك حنا عندنا الجن النوراني، حنا عندنا الجن. ما تهضروش على هذا. مع احترامات عندك اخويا الجن ما تقولهاش. سخر لك الله شي حاجه والستر. فهمتي؟ السر وقول اللهم فاش تكون تترقي اللهم سخرني من جندك، اللهم هاك تعيب اللهم. ما تقولش يا خدام كذا توكلوا على كذا وتوكلوا على كذا. ديك راه تدخل في الشرك بالله وتدخل في شي مسائل خصوصا دخلتي في الشفاء، لان تدخل في الشرك بالله من ناحيه ديال الاستشفاء. اذا انت تتفاهم مع المريض تقول له انا غنحيد لك السحر جلسه واحده، غنداويك جلسه واحده. اذا انت كذاب، اذا انت تتقمر. ما يمكنش تعرف. واش انت عرفتي بانك غتحيد السحر من جلسه واحده؟ يلاه انا غنتحدى هاد الرقات اللي تيقول لك انا غنعالج بنادم بجلسه واحده، وتيقول لك اي واحد. وكم منهم فضحناهم وكم منهم كذابه. خويا انا غنكشف لك المرض ديالك بجلسه واحده تقدر. انا خويا عندك شي علم، عندك شي سكانير، عندك شي علم فيزيائي حيوي، عندك شي حاجه غنعرف اخويا ما كانش السحر. غنجي غنشوف داك العتبه وغنتحداك وغنتحدى اللي قراك بالعلم، ماشي غنتحداك بالفم. غنتحداك بالعلم ونتحداك بالسكانير وبالاجهزه. فهمتي؟ لانك بعض الناس غتقول له كذا غتجيب له جهاز غيسكت. فهمتي؟ اذا كاين السحر كاين، ما كاينش ما كاينش. هادي نتفاهم اخويا، نتفاهم معاك بدي بلاصه خويا. انا غنخوي مع حالي وغندي بلاصه خويا. تعطيني 6000 درهم ولا تعطيني مليون ولا غتعطيني 4000 ريال ولا تعطيني 20 درهم، هذا تتسمى مفاهمه على دي بلاصه. انا خويا عندي محل، عندي اصل تجاري، وانا خويا غنسد محلي وغنجي لعندك تقد بيا. ما كنتفاهمش معاك على الشيء فهمتي. لا تقصرش ونقدر نقول له سيدي الالتزام يلتزم لي ويعطيني فلوسي ويعطي. فهمتي؟ وعاد نجي لعندو. لان انا خصني انا وقعوا التخربيق. علاش التخربيق وقع؟ لان شي تيبغي يبين راسو على شي فهمتي بنادم ما فاهم تا وزه وتيبقى يفهم. وما عاد بانوا البارح اقسم بالله العلي العظيم والله ما تيفرقوا. شوف شي بعدين بعد السوشيال ميديا هي اللي طلعاتو. فهمتي؟ السوشيال ميديا وكذا والله ما تيفهمش يلعبها في الكشف. اقسم بالله العلي العظيم اقسمكم بالله انا راه عندي 22 عام ديال الخدمه وديال العرفه وديال الممارسه اليوميه بالليل وبالنهار. والدروس ديالنا تبارك الله فاتوا الملايين ديال المشاهدات. لولا الحذف اللي كانت تحذف لنا في القناه راه الحمد لله بفضل الله رقم واحد.
فهمتي، واحد من الناحيه ديال الدروس. تنحيي الاخوه اللي الحمد لله عندهم استوديوهات، تنحيي الاخوه اللي عندهم الحمد لله تنشروا الوعي تنشروا العلم. يعني فهمتي، يعني خصك تفهم الفرق ما بين الاستوديو، فرق ما بين يعني الثمن د الحصه. شحال من واحد تيسولني على الثمن د الحصه، خويا الثمن د الحصه على حسب الثمن ديال المركز، وعلى حسب الثمن ديال الاستوديو، وعلى حسب الثمن ديال يعني انت عندك ديال خويا ما عنديش، عندك كرم راه تقدر بثمن، واش عندك باش تخلص روح. دابا هو قرا عليك وحضر جن وقتلك، واش عندك حضر جن خويا فيك وطرق لك عينيك، ولا دخل ولا اذى ذاك الراقي، تقدر انت تضمن ذاك الراقي؟ تقول لي الراقي جبت راقي للدار وما في يديش وما دار لي والو، باش عرفتي اخويا ما دار لك والو؟ هذاك النفس ديالو باش عرفتي انت واش فيه العلاج ولا ما فيهش العلاج. بزاف ديال الشبهات وبزاف ديال المسائل فيها علمي وفيها يعني الانسان خصو يمشي هاد الباب د الرقى. انو خويا شوف شنو باغي تاخذ. الرقيه انواع كثيره، ودابا ان شاء الله نديرو جدول وغتشوفوا الانواع د الرقيه، وغتشوفوا ان شاء الله باذن الله. دابا انا تنهضر بالتليفون عادي، يقبل التليفون عادي، وبهذا الفيديو هكا الناس تستافد، والناس الحمد لله عندنا التواصل يوميا بشكل يومي التواصل الحمد لله. تيقول اخويا امين ديرنا شي مقر يكون مجهز، شي مقر اللي يكون مزيان، شي مقر ان شاء الله باذن الله قريبا اخوتي ندير لكم احسن مقر واحسن مركز، ويكونوا احسن الناس ان شاء الله باذن الله في المستوى باذن الله عز وجل. الله يستر.